والله العظيم يعني ما عم بعرف العالم كيف انجرت هالجره هي وكيف صدقت وسمعت هيك بشر. انه انتم يا اولاد الحلال مين سمعتوا؟ مين عم تصدقوا؟ مغداد فتيحة؟ غياث دلة؟ مين عم تصدقوا؟ عن جد يعني انه بس سؤال، هل ممكن كنتوا ترجعوا تصدقوا العالم اللي كانت كل هالسنين مجرمه وحراميه؟ افهموا بس شغله صغيره، بس شغله صغيره، يلي عم يطلع ليقول لكم يلا مظاهره ويلا هني عالم مطلوبه، بدها الحرب تشعل لينفدوا. انتم ما تبتلوا على الفاضي، انتم عم تبتلوا على الفاضي. بس اللي عليه شيء والمطلوب عم يحاول يحرضكم لينفد، لا ينفد. وينه مغداد المفتوح هذا؟ وين ما شفته انا؟ ليه؟ وينه؟ هرب. غياث دلة وينه؟ ليش ما نزل مات على العالم؟ لك هذا يا زلمه بتصدقوا لك. لك يا اخي افترضوا، والله انا بدي اجي معكم يا اخي، افترضوا انه اجوا عن جد، لك عن جد بتصدقون بتمشوا معي. غياث دلة يا زلمه، يا زلمه نهب البلد، نهب هذا جايين ترجعوا تصدقوا؟ لك بالعقل والله افترض انه لك بتصدقوه. روحتوا حالكم ليه؟ عملتوا هالبلبله كلها ليه؟ مشان شو؟ كرمال شو؟ ما حدا بيعرف. انه قالوا لي يلا لك هودي يا عالم بدن بس يحموا حالهم فيكم لا اكثر ولا اقل. لما وقعتوا بالموت انتم ما حدا قرب عليكم ولا حدا اجى عليكم. مو كلمه واحد رجع حكاكم كلمتين تردوا بس ندياتكم. اول مره يوم شغله خربت المعزه قلت لكم الامن العام وقف معنا، حطت حواجز على درعا وعلى ادلب، رجعت العالم وحما. ما حدا رد علي، ما حدا صدقني. العالم اللي شفتوها اليوم، اللي اجت الارتال اللي اجت كان جاي اسا قبالها يومتها. الدوله هي اللي رجعتها، وقتها حمتنا واسا لهلا عم تحمينا. بدكم تقولوا لي ليك اللي ما يصير، شايف اللي ما يصير، بس انتم في شغله ما انكم عم تستوعبوها. اهالي ادلب وحما ولا حلب ولا هدول عالم الى 14 سنه عايشه قتل وقصف وموت. 14 سنه عالم عايشه، اولاد واطفال ما تموت قدامه بنايات تنزل عليها. هدول العالم اللي بقلبن وين بده يروح؟ اللي بقلبين على بشار الاسد عراسي خيو. بجيتوا انتوا عم ترجعوا تشجعوا العالم اللي هن سبب دمار اولادهم. شو ناطرين منين؟ لك شو ناطرين مني؟ العالم الى 14 سنه عايشه قتل وموت وضرب. لك شو ناطرين مني؟ هذه العالم كان الواجب علينا نحن نطلع نعتذر، نبرر موقف، نتصالح مع هذه العالم، نحس بهذه العالم اللي اطفالها ماتت. مو نطلع نشجع اللي كان سبب قتل اولادها لنخليه نجنه ويصير اللي ما يصير هلا. ما فكرتوا؟ بدكم تقولوا له اللي صار اليوم كان له 14 سنه ما يصير عندي. 14 سنه ما يصير عندي. انتوا شو انتوا بدكم توقفوا مع اللي كان ضدني يا زلمه؟ مع اللي كان ما يذبحن ويقتلن. شو ناطرين؟ لك شو ناطرين؟ انا هي المظاهره اللي طلعت، العالم اللي طلعت المظاهره. لك انتوا اكبر اعداء لنا، انتوا اكبر اعداء لنا. افهموا بقى. اللي طلعوا المظاهره وينين؟ شو عمل يسقط الجولان؟ شو عمل لك الجولاني خيي؟ مسك عنك العالم اول مره؟ سكر حما وحلب لما مشان ينزل له العالم لهون وتصير مذابح اول مره؟ شو عمل لك؟ قل لي ليكك ما انك عايش طرطوس عم تاكل وتشرب وتشتغل وما احلانا. شبكم؟ لك شبكم شو صار لكم يا زلمه؟ قلنا لكم 1000 مرة الحل نتوحد. ما كل ما واحد اجى حكى لكم كلمتين بدكم تردوا عليه. افهموا قبل ما تحطوا الحق على العالم اللي اجت من حلب وادلب وحما. افهموا انه هي العالم في اطفال ميتت لتحت البنايات. افهموا انه هي العالم الى اهل وناس واولاد لهلا ما تدور عليا لهلا ما التقت، وقصه في مقابر جماعيه ما حدا شافها. هدول الناس انا اكون واحد منهم. ابسامح بابني اجا سقط النظام خيو تعلن مع بشار الاسد عراسي. بس تيجي انتوا ترجعوا تأيدوا المجرمين اللي كانوا سبب. شو ناطرين منهم ما يجنوا وينزلوا يا زلمه؟ يعني افترض انا وياك جيران الباب على الباب، تمام؟ اجا واحد ذبح لك اولادك وراح، اجي انا بدي اوقف معه. شو راح تحس تجاهي؟ مرة تشوفني مثله؟ ما راح تشوفني مثله اوسخ. بالعقل بعدين بس افهموا شغله مشانه لله.
هذا اللي عم يجي يقلكم المفتوح هذا فتيحه وغيره وغيراته دلة. اولا حطوا ببالكم هذه عالم مجرمه، عالم مجرمه. وين بدكم توصلوا؟ كيف بتصدقوين؟ هودي ما يرموكم ليدافعوا عن حالهم. وينين اليوم؟ ليش ما شفتين؟ ليش ما كانوا زلم؟ وين الزلم؟ مو على اساس اني زلم. وينين؟ وينين؟ ولا حدا يلعب بعقولكم تبع الحكم سني. لك ايه الحكم سني؟ ايه سني؟ وين المشكله لك خيي؟ وين المشكله؟ يعني على اساس لما كان بشار الاسد كنت انت منتصر؟ على اساس كان شايفك بشار الاسد؟ وين المشكله يكون الحكم؟ انا ماني ما افهم. مانو مسلم مثله مثلك. الحل الوحيد يعني اللي صار تمام. بدكم حل؟ بدكم حل؟ يا عمي انا اصغر واحد فيكم وانا اغبى واحد فيكم وانا انسان لا افقه شيء وكلكم افهم مني. بدكم حل؟ نشانه لله. اول شغله اللي بيجي بيقلكم الحكم سني وما بدنا اياه هذا حكي صفر. هذا حكي عالم بدها تدمركم وتموتكم لتاخذوا فيه بفرنك. الحكم سني ايه سني، والحكم اسلامي ايه اسلامي. ما نحن مسلمين اعتزوا فيه. بدكم اللي صار ما يرجع ينعاد. تفضلوا من بكره فرجوني حالكم نطلع مسيرات نأيد هي الدوله. هي الدوله اول مره دافعت عنا وشالتنا، ما حدا صدق. قلنا لكم حطت حواجز رجعت العالم مشان تحمينا، ما حدا رد. بدكم الوضع ينحل بكره؟ تمام، نطلع مسيرات. ثاني شغله هذا الفكر تبع الحكم سني وابدنا اياه يقول لك يا ابن الحلال هذا واحد بده اياك تموت. يقول لك ايه الحكم سني والنعم و2000 والنعم. وين المشكله؟ مع اننا اخواتنا واهلنا وعايشين معنا الاف السنين. هلا صرتوا بتندقروا وتجنوا عشو؟ بدكم حل؟ تمام. اول شغله خيي، اول شغله هي تبع الحكم سني والبدنا شيلوها من بالكم تماما. ثالث شغله اي واحد بيجي بيحرضكم بيجي بيقلكم مظاهرات خذوه وسلموه بايدكم. ثالث شغله خيو يعني انتم اللي عم تحكوا عنين والله من غاظين مني، هدول اهلنا واخواتنا والنا عمر عايشين معي. بدكم البلد يتصلح؟ تمام، تفضلوا ما نحط ايدنا بايدن، منعيش نحن وياهن، منعيش نحن وياهن. بدكم تقولوا لي في شيء يمحي كل شيء. اسلامنا هو يعزنا يا اولاد الحلال. الاسلام هو يعز وراي لنا. صدقوني هلا اذا بنفوت كلياتنا علويه وسنيه وبنتصالح تحت رايه الاسلام وبنعيش مع بعض وبنكون مع بعض، صدقوني رح تصير البلد منيحه ورح تخلص كل هالمشاكل هي. والله العظيم رح تخلص كل هالمشاكل هي. بس بالعقل 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 بالعقل. طلعوا مسيره. يعني انا والله العظيم وفي عالم بدها تشوف الفيديو بتعرف حكايتين. قلت لهم بطلع ببعث لكم سيارات، انا بجيبكم. انا ببعث سيارات تجيب العالم. خلونا نطلع مسيره نأيد هي الدوله ويكونوا مع هي الدوله. هي الدوله صارت دولتنا لازم نوقف معها مو ضدها. مو ضدها. لا تنسى انت حبيبي من كم شهر ما كان فينا نتنفس شبكون. لك هلا على القليل في عالم تطلع بتحكي ومتعارض تمام وما حدا عم يقرب عليه. قبل انتم كنتوا تسترجعوا؟ كذب، ما حدا كان يسترجع. اول شغله بدنا افهموا مشان الله افهموا. هاي الدوله صارت دولتنا. الحكم سني والنعم والسبعه انعام. ما كلياتنا تحت رايه الاسلام وكلياتنا مسلمين والنعم من الكل. بالعكس اعتزوا يا اولاد الحلال. اي شيء عم يعز اسلامنا اعتزوا فيه. يعني احنا بالنهايه مسلمين. اهلنا السني اللي بطرطوس تفضلوا نحط ايدنا بايدين ونكون قلب واحد معين. تفضلوا